السلام عليكم متابعين ديالنا، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. واللي دخل يعطينا لي جيم، اللي دخل يخلينا تعليق زوين. انا كنهضر مع المتابعين ديالي الزوينين العزاز والغاليين اللي كيبغيوني وكيعرفوني وكيحبوني. متابعين ديالي العزاز، اليوم جيت نوضح واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف، وقوات عليه واحد الضجه، قوات عليه واحد المشاكل في اليوتيوب. واليوم جيت نوضح هذا الموضوع، هذا ضروري كان عليا نوضحه. ولكن قبل غادي نبداو الفيديو ما تنساوناش الصلاه والسلام على الحبيب سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. متابعين ديالي العزاز، مؤخرا فاش كنت غادي نمشي يعني غادي ندخل في الصلح، بزاف ديال الناس وبزاف ديال التعاليق اللي دخلوا عليا من الضفه الاخرى. ما كنهضرش انا على المتابعين ديالي الاوفياء، كنهضر على متابعين اخرين اللي جاو من الجهه الاخرى، كيقولوا لي حوريه انتيا صيفطك الزروالي باش تمشي ديري هذا الصلح هذا. كنقول لكم ان بعض الظن اثم. راه الانسان كيجي وكيظن واحد الانسان بانه هو اللي صيفطني مشيت باش ندير الصلح، وماشي قالوها غير متابعين، قالوها حتى قنوات. غادي نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل. انا غادي نحلف، ماشي غادي نحلف باش غادي تيقوني، لا، غادي نحلف باش غادي يأنب الضمير هادوك اللي كذبوا وقالوا واحد الحاجه اللي هي ما كايناش. اول حاجه كنقول لكم اقسم بالله العلي العظيم، خويا يوسف هادي اسبوع ما هضر معايا، واقسم بالله العلي العظيم هادي اسبوع ما هضر معايا خويا يوسف، لا في التليفون ولا هضر مع الزوج ديالي ولا تلاقانا ولا مشينا عنده ولا جا عندنا ولا قال لي شي حاجه. اقسم بالله العلي العظيم. وانا كنقسم بهذا القسم للمتابعين ديالي العزاز، ماشي كنقسم لكم نتوما باش تثيقوا، لان نتوما واخا الانسان يحلف لكم واخا يقول لكم اللي ما قال لكم ما غاديش تثيقوه. ولكن الناس اللي كيعرفوا حوريه تيفي وكيحبوها وكيبغيوها هما اللي غادي يثيقوا بها. اقسم بالله العلي العظيم ما قال لي يوسف شي حاجه، ما قال لي سيري في الصلح، ما قال لي سيري عند دوك الناس، ما اتصل بيا ولا هضر مع الزوج ديالي ولا هضر معنا هذه اسبوع. دابا تيقتو والصلاه على النبي. راه الانسان باش غادي يدي قسم قدام الالاف ديال البشر راه ماشي مسهل، كل واحد كيتحشى في القبر ديالو. لهذا ما تبقاوش تظنوا بالانسان الظن الخايب. غادي ندوزو لحاجه اخرى. الناس اللي كيقولوا لي انتيا مع الزروالي ولا انتيا مع الضفه الاخرى، انا نكون مع ما بغيت ونمشي مع ما بغيت ونصور مع ما بغيت. هذه بلاد الحريه، وانا اسمي حوريه وعندي كل الحريه وما دخل حتى شي واحد فيا. غادي نقولها لكم، نصور مع الزروالي ولا نصور مع فلانه ولا نصور مع فلان ولا يجي عندي فلان ولا نمشي عند فلان، ما سوق حتى شي واحد. حنا بلاد الحريه، حنا راه المسلمين المغاربه كيمشيو يتهجروا في بلاد اوروبا وكيخدموا عند اليهود. وبلاد الحريه كل واحد حر في راسه وما دخل حتى شي واحد في الاخر. نكون مع الزروالي ولا ما نكونش مع الزروالي ما دخل حتى شي واحد. الزروالي عيط ليا في مبادره هو وخالتي مينا، ومشينا درنا ديك المبادره مع مرات لوسي ومع العائله ديالو ودرنا هذاك الخير ورافعه راسي، لان كنا كنجريو في الخير. وإلا اقتضى الامر وعام الجاي ان شاء الله الا بقينا بالعمر وعيط ليا غادي نمشي ندير نفس الخير، وما كيهم حتى شي واحد. وما تبقاش تحملوا المسؤوليه ديال شي واحد اخر تحملوها ليا انا. كل واحد كيتحاسب على الافعال ديالو. كتعرفوا حوريه تيفي، الصلاه على النبي. ما تبقاش تقول لي فلان ولا شتك مع فلان ولا فلان قال لك ولا فلان صيفطك، راه ان بعض الظن اثم. انا بلا ما ندخل في الحيتيات ديال واحد اخر ونبقى نقول لكم علاش تقولوا فيه ولا علاش ديروا فيه ولا علاش ديروا فيه. يوسف الزروالي قاد براسو وما باقيش عليا انا باش غادي يصيفطني. ملي كضروا شي حاجه ما كيعجبوش شي حاجه راه كيطلع يشرحها في القناه ديالو. وغادي ندوز لهاديك اللي سموها سريعه.
اللي كتقولي حنا قطيع. يا انسانه يا مثقفه يا واعيه، حنا لا نسمي بشر بحيوان، واللي كيسمي بشر بحيوان اصلا هو حيوان، حيوان ناطق. نحن قطيع؟ نحن بشر. يا القطيع كتمثلي راسك بانك كتعرفي تهضري وكلامك موزون وانك مثقفه. اين هي الثقافه؟ اين هو الوعي؟ لا وعي ولا حتى شي حاجه. اللي كتدخلي كتقولي البارح في اللايف ديالك اللي كيتبعوه قطيع واللي تابعينه ماشي رجال. غادي نتبعوك انتي اللي كتشرحي لنا واحد الحوايج اللي مخله للحياه، اللي قله الاداب، ما كتشرحهاش شي مراه مغربيه. انتي زيرو، انتي يا زيرو، لا تساوي اي شيء. لان المراه المحترمه في نظر اي رجل، في نظر اي متابع، هي اللي كتحترم نفسها وما كتطلعش في السوشيال ميديا كتشرح واحد الحاجه اللي حاشاك ما نقدرش نقول حتى شنو هي، وتمثلينا حنا، تمثلينا نحن بقطيع. عرفي راسك، الوعي السطحي ماشي الوعي الداخلي. عندك وعي سطحي وتمثيل سطحي. وانا ما بغيتش القناه ديالي نقيه ومتابعين كيحترموني، ما بغيتش نتعاطى معاك ونوريك القطيع شكون هو القطيع. وانا كيشرفني بانني غادي نخدم مع واحد الانسان اللي كيدير الخير كيف ما بغى يكون، كيف ما بغى يكون النوع ديالو، ما كيهمنيش انا، ولكن كيدير الخير غادي نمشي نتخشى معاه في العافيه، انه كيدير الخير وحنا في هاد الدنيا هادي كنسعاو للخير. ولهذا ما تبقاوش تخلطوا الامور. غادي ندوز، غادي نجاوب واحد السيد اللي جا عندي واستقبلته بالدقيقيه وفرحت بيك واستقبلتك كأي رجل مع الاصدقاء ديالك اللي بقاو اوفياء، ولكن انت ما بقيتيش وافي وما عمري جبتك وطلعتي وكتقول غدير عليا مسلسل. اين هو مسلسلك؟ ساليتي المسلسل ديالك؟ ساليتي المسلسل ديالك في المحاكم والمشاكل ديالك باش غدير عليا انا مسلسل؟ واحد مازال غارق في المشاكل ديالو وقالك انا باغي يدير عليا مسلسل. كون بغيت ندير عليك انا مسلسلات في كانت المشاكل عندك وكانوا كيخرجوا قنوات يضربوا فيك، ولكن انا ما دخلنيش في المشاكل ديالك، ما دخلنيش في الهموم ديالك، وهذيك حياتك دير فيها اللي بغيتي، ما كيهمنيش، وكل واحد كيتحاسب على الافعال ديالو. لهذا كنقول لك دخل سوق راسك وخليني عليك بعيده، لانني انا كنبقى امراه، وكنتي راجل ما غاديش تطاول على مراه. انا ما تيهمنيش مراه تطلع تنتقدني ولا تقول فيا شي حاجه، اللي بغات تقول تقولو، ولكن ما تيهمنيش، لان ما انتقدنيش انا راجل، انتقدوني نساء بحالي بحالهم، وحتى لا انتقدوني وحتى لا هضروا ما كيهمنيش فيهم، يقولوا اللي عجبهم. ولكن كيف يعقل انت جيتي وشركتي معايا الطعام واستقبلتك في داري ومع الزوج ديالي ومع الاسره ديالي وفرحت بيك واستقبلتك احسن استقبال، وفي التالي كتخرج وكتقول غادي دير عليا مسلسل. علاش؟ محيت انا شفتيني مع الزروالي. نسيتي بان واحد الوقت كنتي انت مع يوسف الزروالي؟ واش جيت انا قلت لك علاش انت مع يوسف الزروالي؟ علاش الانسان كيبغي يتحكم في واحد اخر؟ علاش الانسان كيبغي يتدخل في الشخصيه د واحد اخر؟ نكون انا مع ما بغيت ونمشي مع ما بغيت وما سوق حتى شي واحد فيا. واحد اللي عنده الحق يتحكم فيا هو السي عبد الحميد، هو الزوج ديالي اللي عنده الحق يتحكم فيا، يقول لي مع من نمشي ومع ما نمشيش ومع نتصور، ولا حتى قال لي نمحي هاد القناه غادي نمحيها، لانني انا كنحترم الزوج ديالي. اما باش تجي انت ولا غيرك ولا فلان ولا لانه تقولوا لي انا اش كندير، ما دخل حتى شي واحد فيا. ولهذا نتمنى الرساله ديالي تكون وصلات ليك، وهذيك اللي سماتنا حنا بقطيع. قطيع الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم كان كيسرح القطيع، كيسرح الغنم، وانت شنو؟ قليله الادب وقليله الاحترام، ولا تحترمي
المتابع وتوصفين شيء فيك للرجال في السوشيال ميديا، هل أنت إنسانة محترمة؟ حاشا لله واش تكوني محترمة، حاشا لله واش تمثلين المرأة المغربية والأسرة المغربية. ولهذا كنقول لك بغيتي نحبسوا هذا الشيء غادي نحبسوه، ما بغيتيش نحبسوه احنا زايدين حتى نعرفوا فين غادي نوصلوا. صراحة أنا المتابعين ديالي العزاز هاد النقاط هادو كان عليا ضروري نوضحهم ليكم نتوما اللي كتبغيوني، اللي كتحبوني، اللي كتحترموني وكتقدروني. ولكن حنا في هذا المجتمع ديالنا كاين بعض شي ناس كيطفلوا علينا وكيدخلوا لنا في حياتنا وكيبغيو يتحكموا فينا مع ما نمشيو ومع ما نمشيوش، وكيتحكموا لنا حتى في الحياة ديالنا. واحد الحاجة ما عطاهالناش الله، كتجيو كتقولوا لي يا العاقرة ما عاد ربي ما عطاكش الولاد، وحمد الله وشكره ما عطانيش الولاد. ها ربي كون عطاهم ليا، كون عطاني ولد ولا بنت معاقة ونتعذب حياتي كاملة، كون عطاهم ليا ويخرجوا ليا مساخيط بقاو يجيو حتى نص هاد الليل، ولا كونوا بيديروا لي مشكل ويدخلوا للسجن، كون عطاهم ليا ونجي نولد ونموت، راه ربي كيمن علينا شي حاجه والا فيها خير. وربي ما كيحرم شي واحد من اي نعمه في الحياه الا وكيحبو. وخير الانبياء حبهم الله، وخير الانبياء ابتلاهم الله وابتلاهم بالامراض. كاين اللي جعلو عقيم، كاين اللي ابتلاه بالمرض، كاين اللي ابتلاه بالفقر. كل واحد من الانبياء، خير الانبياء عند الله ابتلاهم الله سبحانه وتعالى. والحمد لله انا تفكرني الله وابتلاني، ماشي نتوما اللي كتعطيو. حتى شي واحد ما كيضمن العمر ديالو، حتى شي واحد ما كيضمن المستقبل ديالو. حنا راه غاديين، ربي الا بغى ياخذ الروح دابا راه ياخذها. انت اللي كتهضري وكتقولي لي معذر ربي ما عطاكش الولاد، يا العاقره كنقول لك شكرا، الحمد لله انا عاقره وما عطانيش ربي الولاد، ولكن عطاني الاخلاق وعطاني الاحترام وعطاني الجمال وعطاني المبادئ وعطاني الاخلاق وعطاني زوج صالح. الحمد لله كنشكر ربي، حيد لي واحد النعمه وعطاني نعم اخرين، وما عرفت ربي شنو خازن ليا. ربي عنده نعم كبيره، ولكن الله يمهل ولا يهمل. تجيو كنوا بتكتبوا ليا يا العاقره معذر ربي ما عطاكش الولاد، نتوما اللي عطاكم الولاد شنو غادي تعيشوا فيها خالدين؟ ولا انت اللي كتعايريني يا العاقره يا الدايره غتعيشي فيها خالده؟ زعما راكي ولدتي صافي، راه هذه هي السعاده. راه ماشي السعاده بالانجاب، ماشي السعاده بالزواج، ماشي السعاده بالمال. السعاده هي في الاخلاق وحب الله والتقرب الى الله وقراءه القران والاستغفار. هذيك هي السعاده. السعاده كنخلقوها نفوسنا، ماشي واحد الحاجه ما تحققتناش صافي راه حنا ما غنعيشوش سعيدين. ربي كل واحد كيف بغاه يعيش في هذه الدنيا، كل واحد باش مبتليه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كنقول لكم شكرا على الكلام الطيب ديالكم اللي كتكتبوا لي في التعاليق. هاجمتوني البارح، عييت غا ما نمسح، ماشي عليا انا هاجمتوني، لا مبقاش هي الحال انا، لانكم سبيتوا الوالدين وعايرتوا واحد الناس اللي ما داروا لكم حتى شي حاجه، اللي ما كنذنبوا حتى شي حاجه، وقلت واحد الكلام اللي خايب. ما نبغيش متابع ديالي اللي كيحترمني وكيبغيني وكيبغي حريه التيفي يشوف داك الكلام القبيح. شنو قضيتو؟ ما قضيتو والو. راه اللي كيدير شي حاجه كتقيد عليه. من يعمل مثقال ذره خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه. وانتم كتحسدوني بلا حتى حاجه. هادو هما حنا اللي فينا، حنا ما كنبغيوش حب الخير لبعضياتنا، فينا الحسد وفينا السم. لو كان كنحبوا الخير لبعضياتنا كون حنا وصلنا فين. وواحد ما دار حتى شي واحد شي حاجه
كيدوز غير حداه بالطوموبيل فاخره دايره 40 مليون 50 مليون، كيقول ود الحرام. شوف على الطوموبيل عنده ود الحرام، ما دار له والو وربي عطاه، واللي حسدك عطاك. جارو كتلقاه كيمشي كيصلي معاه في الجامع وكيدير هو وياه الخير والسلام، كي درتي لاباس عليك، ويدخل عندهم يكون مريض ومن يكون صحيح ويشارك معاه الافراح والمسرات. ملي كتزاد عليه السياره ولا كتزاد عليه شي حاجه، ود الحرام كيف دار لها. الصباح كيدوز كيشوف فيه بالجنب. ما عندناش حب الخير، ما كنبغيوش الخير لبعضياتنا. هذا هو اللي فينا حنا خايب. لو كان كنبغيو الخير لبعضياتنا والله العظيم كلها غادي يوصل، وربي كيعطي الواحد على قد نيته. ربي يجعلني فقير نحمد الله، ربي يجعلني غني نشكر الله ونزيد نشكره، ربي يجعلني عقيم نحمد الله، ما عرفت ربي شنو خازن ليا. ربما ربي كيمسحني يشوفني واش غنصبر ولا ما نصبرش. ربي تاخر عليا الزواج، ربما فيها خير، شوفني ربي واش غادي نصبر ولا غنحمدو، ما عرفت ربي شنو خازن ليا. ربي بتاني وبالي بواحد المرض اللي هو خايب، وشافني واش غنصبر ولا ما غنصبرش، واش غنحمد الله. وربما ربي شافيني. حنا لا كنغزيو بعضياتنا. ما عذرك انت، ما عذرك انتي، وما عذرك انت نيت اللي جاي وكتطفل على الناس. انت زعما راكي ولا انتي راكي مطفراها، راه ما مطفراها حتى شي واحد. راه الكمال لله، حنا في هاد الدنيا الكمال لله، حتى واحد ما كامله له. كل واحد من عنده نقص، ها اللي عنده نقص من الصحه، ها اللي عنده نقص من المال، ها اللي عنده نقص من الاولاد، ها اللي عنده نقص ما مزوجاش. ها كل وحده شنو عندها نقص في الحياه. الكمال لله سبحانه وتعالى، حتى واحد ما كامله له. شكون هذا اللي كامله له فينا؟ حتى واحد. لهذا الله يجازيكم بخير قال لك قل قولا جميلا او اصمت. انسان يقول واحد الكلمه طيبه ويسكت، وكلمه طيبه في وجه اخيك صدقه. ما تعرفش تكتب واحد الكلمه طيبه. قال لك الفم اللي يقول الزمر حاشاكم يقول التمر. انسان خصو يعرف راسو اش كيقول. راه غدا كتلطق علينا الالسنه ديالنا، الافعال ديالنا، شنو كنخرجوا من فمنا. عناكم صحابكم صافي راه غير واحد عنده طريق الكلام ويقول لي بغى لا، راه كنتحاسبوا. اي كلمه كتخرج من فمنا كنتحاسبوا عليها، زوينه كنتحاسبوا عليها، خايبه كنتحاسبوا عليها. علاش حنا كنعمروا على الكتاب ديالنا؟ علاش السيئات؟ علاش عمر 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 عمر. وحده عندها مشكله مع والديها ندخلوا بخيط بيض ولا نبعدوا. علاش لا انت مع داك الضفه وحنا مع هاد الضفه، وحنا كنبقاو كلنا مسلمين وكنا متحدين. حتى لا غلطت انا ولا وقع شي غلط غادي تجيو تأنبوني. شنو انا درت؟ صلح. تنستحق هاد الشيء هذا؟ صلح فيه خير وصى عليه الله وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نستحق هاد الشيء هذا. تجيو وتضربوا فيا وما تخليوش ليا وديروا ويا المنافقه ويا الدايره. وهانا منافقه، شنو غادي تجرحني ديك الكلمه ديالكم؟ لا يهمني كلامكم نهائيا، ما كتهمنيش الهضره ديالكم، لانني عارفه راسي انا شنو. قال لك المثال الا صفيت مع ربي العبد ما فيه ضروره. انا مصفيه مع الله سبحانه وتعالى، والعبد خليه يقول لي بغى. عمر ترضيو الانسان مهما فعلتو مهما درتو، عمر ترضيوه. يقدر اليوم يقول فيك كلمه زوينه غدا يتقلب عليك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. متابعين ديالي العزاز، بغيتش نكثر عليكم، انا دابا غادا خارجه مسافره. الحمد لله الشتاء عندنا هنا في مدينه مكناس. دابا ندير لكم واحد اللقطه في الاخر تشوفوا الشتاء ما شاء الله. والله يكبر بكم كيما كتكبروا بيا يا احسن متابعين. من هنا غنقول لكم السلام عليكم.